عمرك شفت كلب بيهوهو على حيطة؟ يمكن تقول عادي، الكلاب ساعات بتشوف حاجات مش بنشوفها، بس المرعب بجد إن الحيطة نفسها كانت بتتحرك. أنا خالد، والليلة دي هحكي لكم عن الجيران والحيطة اللي خلت حياتي كابوس. استعدوا، لأن اللي جاي مش هزار، ده رعب حقيقي من بيت الرعب. أنا ساكن في عمارة قديمة في منطقة هادية، أو كنت فاكرها هادية. في الدور اللي تحتينا في جيران جداد لسه منتقلين قريب، معاهم كلب اسود ضخم، عينيه حمرة في الضلمة، وكل يوم بالليل في نفس الميعاد أسمعه بيهوهو زي المجنون. الكلب عمره ما كان بيهوهو على الناس ولا حتى على أي صوت في الشارع، لأ، كان بيقف ناحية حيطة معينة في الصالة عندهم ويهوهو كأنه شايف حد واقف وراها. أنا في الأول ضحكت وقلت لنفسي يمكن الكلب ده متوتر أو بيتهيألي، بس الفضول لعب في دماغي وبدأت أركز معاه. كل يوم نفس الميعاد، نص الليل بالظبط، والكلب يقف قدام الحيطة ويهوهو لحد ما صوته يقطع قلبي من الخوف. فضلت أبص من بلكونتي على شباكهم أشوف الكلب وهو بيترعش من الخوف. الغريب إنه ما كانش بيقرب من الحيطة، بالعكس كان واقف بعيد خطوتين كأنه خايف يلمسها. مرة وأنا مركز قوي لاحظت حاجة خلت جسمي يتجمد، الحيطة نفسها بتتهز. مش الكلب اللي بيهوهو وخلاص، لأ، الطوب بيتحرك كأنه بيتنفس. أنا حسيت عرق ساقع بينزل على ظهري، مش فاهم إزاي حيطة تبقى عايشة أو بتتنفس. حاولت أقنع نفسي إنه يمكن انعكاس نور أو أي خدعة بصرية، لكن كل يوم في نفس الساعة الحيطة بتعمل كده. في ليلة مطر الدنيا كلها كانت هادية، لكن صوت الكلب كان عامل زي السكاكين اللي بتقطع في أعصابي. نزلت أتأكد بنفسي، خبطت على باب الجيران بحجة إني جاي أسلم أو أستعير حاجة. لما دخلت لقيت الكلب واقف قدام الحيطة فعلا، شعره واقف وبيهوهو بجنون. الغريب إنهم عاملين ديكور على الحيطة دي، صورة كبيرة متعلقة، لكن الصورة كانت بتتهز مع الحيطة. سألتهم هو الكلب بيعمل كده كل يوم؟ الزوقة بصت لي بنظرة مرعوبة وقالت إحنا مش عارفين ننام بسببه، وكل ما نحاول نغير مكانه بيرجع قدام الحيطة دي تاني وكأنه مجذوب لها. في الليلة اللي بعدها وأنا قاعد في أوضتي سمعت حاجة خلت دمي يتجمد، صوت خربشة جاي من الناحية التانية من الحيطة اللي عند جيراني. قربت ودني من الحيطة بتاعتي اللي بتفصل بين شقتي وشقتهم. الصوت كان واضح، كأن في حد بيخربش من جوه الطوب نفسه. وفجأة سمعت همسة واطية جدا، سيبني، طلعني. أنا اتراجعت لورا وأنا مش قادر أصدق، الحيطة مش بس بتتحرك، دي بتتكلم. تاني يوم قابلت جاري وسألته أنت سمعت صوت غريب من الحيطة؟ وشه أبيض وقال بالليل مراتي سمعت ست بتعيط جوه الطوب، واحنا بقينا مرعوبين ننزل ننام في أوضة تانية. ما قدرتش أسكت، رحت أدور وأسأل سكان العمارة القدام. لقيت ست كبيرة في السن عايشة في الدور الأرضي. أول ما سألتها عن الحيطة وشها أصفر وقالت لي ابعد عن الموضوع ده يا ابني، الحيطة دي مبنية فوق مصيبة. زمان كانوا لقوا فيها جثة مدفونة جوه وقالوا بنوها من غير ما يطلعوها، ومن ساعتها كل اللي ساكنين قدامها عمرهم ما عاشوا في سلام. الكلام ده وقع على دماغي زي الصاعقة. أنا مش قادر أستوعب، معقول الكلب شايف الجثة ولا شايف الروح اللي لسه محبوسة جوه؟ الليل جه والهدوء خيم على الشارع، بس زي العادة الكلب بدأ يهوهو عند نص الليل، وصوته كان مختلف الليلة دي، كان زي عياط متقطع. أنا كنت واقف في البلكونة بتفرج، لقيته فجأة رجع لورا وهو بيزحف على الأرض، ديله بين رجليه وعينيه مزغللة ناحية الحيطة. واللي أرعبني أكتر إني شفت حاجة بتتحرك ورا الحيطة، زي ظل طويل بيمد إيده من جوه الطوب وكأنه عايز يوصل للكلب. الكلب فجأة سكت وساب صرخة صغيرة واتكور في الركن، وأنا حسيت وقتها إن اللي ورا الحيطة ابتدى ياخد باله مني كمان. في الليلة دي حلمت حلم غريب، لقيت نفسي واقف قدام الحيطة وإيديا متسخة بالطوب والدم. كان في صوت ست بتعيط وبتقول أنا هنا، طلعني.
وأنا قاعد أخبط في الطوب بضحك هستيري كأني مش قادر أتحكم في نفسي. فجأة الطوب اتفتح وطلعت إيد سودة مليانة تراب، مسكت إيدي بقوة وجرتني لجوه. صحيت وأنا عرقان وصوت نفسي عالي، بس الغريب إني لقيت إيدي فعلا عليها تراب، كأني كنت ماسك الحيطة بجد. ما قدرتش أسكت، لازم أعرف الحكاية. رحت المكتبة قديمة في المنطقة وسألت عن تاريخ العمارة. الراجل اللي هناك جاب لي جورنان قديم فيه خبر عن جريمة قتل من سنين طويلة. المقتولة كانت ست شابة والقاتل كان جوزها، وجوه الشقة اللي في نفس الدور جثتها اتبنت جوه الحيطة عشان يخفي الجريمة. أنا حسيت بدوار، كل حاجة بقت منطقية. الحيطة مش عادية واللي جوه مش هيسيبنا في حالنا. رجعت البيت وقررت أواجه الخوف، بس قلبي كان بيقول لي دي مش مواجهة سهلة. وأنا داخل العمارة قابلت جيراني اللي عندهم الكلب، وشهم كان أصفر مرعوب. قالوا لي الكلب بيموت من الرعب كل ليلة ومش راضي ياكل ولا يشرب. دخلت عندهم ولقيت الكلب نايم وبيترعش زي الطفل، عينيه حمرة والدموع بتنزل منه. وفجأة وهو نايم رفع راسه وبص ناحية الحيطة وابتدى يعوي بصوت بيوجع القلب، والحيطة بدأت تتشقق قدامي. شفت شرخ صغير بيظهر كأنها بتتفتح من جوه. أنا وقتها اتجمدت، معرفتش أهرب ولا اتكلم. بعد الشرخ اللي حصل قررت أراقب الحيطة طول الليل. قعدت أنا والجيران نستنى، والساعة عدت 12. الشرخ بقى أوسع، وفجأة شفت عين. عين واحدة بص علينا من جوه الطوب. العين دي ما كانتش عين إنسان طبيعي، كانت سودة زي الفحم، والبياض بتاعها ما فيهوش أي حياة. الكلب اتجنن وابتدى ينبح كأنه عايز يهجم على الحيطة، بس أنا حسيت العين دي شايفاني أنا بالذات، وكأنها بتختارني أنا عشان أكون الضحية الجاية. بعد ما شفت العين اللي في الحيطة ما قدرتش أنام. فضلت قاعد أفكر أسيب البيت وأهرب ولا أواجه الرعب ده بنفسي. بس كان جوايا فضول قاتل، عايز أعرف إيه اللي مستخبي ورا الطوب. جبت مطرقة صغيرة وقلت أستنى لما الجيران يناموا وأفتح الشرخ اللي ظهر. وأنا واقف قدام الحيطة حسيت كأنها بتتنفس تقيل، وصوتها مهامة واطي بيقول افتح، طلعني. إيديا كانت بتترعش، لكن قلبي كان بيزقني أكتر، وما كنتش عارف إن القرار ده هيغير حياتي كلها. رفعت المطرقة وضربت على الطوب ضربة خفيفة. الطوب عمل صوت مكتوم كأنه أجوف، مش صلب زي أي حيطة. الكلب اللي كان نايم بعيد فجأة وقف يجري ناحيتي وينبح بجنون، عينيه مولعة كأنه بيقول لي بلاش. بس أنا كملت وضربت ضربة تانية. الشرخ اتوسع وطلعت ريحة وحشة قوي، ريحة عفن ودم قديم. وفجأة سمعت صوت صرخة طالعة من جوه الحيطة نفسها، صرخة ست مخنوقة. حسيت جسمي كله بيتشل. الصرخة دي فضلت تدوي في وداني طول الليل. قعدت على الأرض قدام الحيطة مش قادر أتحرك، وفضلت أسمع نفس الصوت، طلعني طلعني. الكلب كان واقف بعيد بيبصلي من غير ما يهوهو، عينه كلها دموع. فجأة الشرخ ابتدى يتوسع من نفسه من غير ما ألمسه. الطوب واقع على الأرض، ووراها كان في سواد حالك، مش فراغ، لأ كأنها بوابة. أنا ساعتها حسيت إن الليلة دي هتكون آخر ليلة طبيعية في حياتي. قربت ووقفت قدام الشرخ، حطيت إيديا جواه، لقيت هوا ساقع جدا أبرد من التلاجة، وسمعت همسات كتير مش صوت واحد، أصوات كتير بتعيط وبتضحك في نفس الوقت. وفجأة حاجة مسكت إيديا من جوه، صرخت بصوت عالي، لكن الحاجة دي كانت بتسحبني ناحيتها بقوة. الكلب جري عليا وبدأ يعض في إيديا كأنه بيحاول يفكني من قبضة اللي ماسكني. أنا كنت بين نار ونارين، ألم عض الكلب والرعب من اللي بيجرني. سحبت إيدي ورجعت لورا. الشرخ قفل فجأة والحيطة رجعت كأنها طبيعية، لكن إيديا كان عليها علامات أصابع رفيعة وسودة كأنها متفحمة. الجيران جريوا عليا لما سمعوا صرختي، ولما وريتهم إيديا وشهم شحب. الزوجة قالت بصوت مرعوب
إحنا سمعنا نفس الصرخات من يوم ما نقلنا، بس أنت أول واحد لمس الحيطة. ساعتها الراجل الكبير اللي في الدور الأرضي طلع وقال كلمة خلت الكل يتجمد. الحيطة دي مش حيطة، دي مقبرة مفتوحة واللي جواها لسه عايش. صحيت من كابوس مرعب، كنت حاسس إني محبوس جوه الحيطة، إيديا بتخبط، صوتي بيتقطع ومحدش سمعني. لما فتحت عيني لقيت نفسي مرمي على الأرض قدام الحيطة. الكلب واقف، بس المرة دي ما كانش بيهوهو، كان بيبص لي بخوف وعينيه بتلمع أحمر. سمعت صوت جاي من جوه الحيطة بيضحك، ضحكة مكتومة كأنها جاية من مكان بعيد، بس الصوت قريب جدا. حاولت أقوم، رجلي مش شايلاني. فجأة لقيت الحيطة بتتنفس. والله كانت بتتحرك وتاخد نفس زي صدر بني آدم. الكلب رجع يهوهو، بس المرة دي وكأنه بينبهني، ابعد ابعد حالا. أنا اتجمدت، مش قادر أتحرك ولا قادر أفهم إيه اللي بيحصل. بالليل رجعت البيت وأنا دماغي مش مظبوطة، بس صوت الكلب موقفش، كان بيهوهو بنفس الطريقة. كل مرة الحيطة بترد عليه. رحت أقف جنبه قلت له أنت شايف إيه؟ قول لي أنا مش مجنون. الكلب سكت وبصلي، وبعدين رجع يبص على الحيطة. فجأة شفت حاجة صغيرة بتتحرك جوه الطوب، كأن في إيد بتمد أصابعها وتحاول تطلع. قلبي وقع من مكانه. بعد ثانية واحدة اليد اختفت والحيطة رجعت زي ما كانت. رحت أجري على باب الجيران أخبط زي المجنون، بس محدش فتح. الشارع كله كان هادي والهوا بارد بطريقة غريبة. تاني يوم الصبح رحت على شيخ في المنطقة، حكيت له اللي بيحصل. قال لي خلي بالك، مش كل صوت كلب بيكون تحذير من لص، ساعات بيكون تحذير من اللي مش من عالمنا. اتخضيت وقلت له طب أعمل إيه؟ قال لي ابعد عن الحيطة دي، ما تبصش وراها وما تفكرش تلمسها. بس أنا عقلي مش قادر يسيب الموضوع. رجعت وقفت قدامها ولقيت ورقة صغيرة متعلقة في طوبة طالعة بره. الورقة مكتوب فيها بخط إيد سيبنا وإلا هناخدك مكانه. قلبي وقع والكلب رجع يهوهو أكتر من الأول، بس المرة دي صوته كان مليان عياط. الحيطة كلها بدأت تهتز كأنها هتوقع العمارة. الكلب قاعد يهوهو بجنون، وأنا رجعت لورا بس رجلي خبطت في الأرض ووقعت. الفتحة كبرت وخرجت منها إيد كاملة، بعدين جسم، وبعدين وش. كان نسخة تانية مني. والله نفس وشي، نفس هدومي، نفس كل حاجة، بس العيون سودة والضحكة شيطانية. الكلب حاول يهجم عليه، لكن النسخة دي مسكته بإيد واحدة وكتم صوته. أنا فضلت أصرخ لكن صوتي ما كانش طالع. آخر حاجة شفتها النسخة دي وهي بتقرب مني وبتقول من دلوقتي أنا اللي هعيش مكانك. ولو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل بعد كده، وهل خالد فعلا اتبدل ولا لسه في أمل يخرج من الكابوس ده، استنوا الجزء الجديد. ولو حابين القصة تكمل اعملوا اشتراك في قناة بيت الرعب واكتبوا لي في الكومنتات. مستنيكم.